الوصفه اللي راهي دايره حاله دونر الكباب التركي. هذا الترند اللي قالوا عليه كامل باللي بنين قدمته لكم اليوم على طريقتي بواحد الخبيزات تاع الطاجين خفاف وفارغين. السلام عليكم. ابن ساندويتش تقدروا تجربوه. دونر الكباب التركي وصفه سهله مهله وبنتها كالعاده الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها نبداو بلاباط تاع خبيزات الطاجين. هنا في ريسيبيون درت كاس تاع حليب دافي، نص كاس تاع ماء دافي، واليوم راح نستخدم هذا المنتوج الرائع تاع عمور ميكس بين الفارينه والدقيق. تقدروا تخدموا به خبز الطاجين، الخبز، البيتزا، المحاجب، ديروا به واش حبيتوا. انا درت منه كاس ونص، ودوكا نجي ندير مغرف كبيره تاع خميره الخبز، مغرف كبيره تاع السكر، نخلطهم ونخليهم يتفاعلوا 10 دقائق حتى وين تفاعل لنا هذيك الخميره. بعد ما تفاعل وتطلع شويه نجي نعاود نكسرها غير بالمغرف، ندير لهم زوج مغارف كبار تاع الزيت ولا تاع زيت زيتون، مغرف صغيره تكون معمره مليح تاع الملح، ونخلط كلش. دوك نعاود نجيب البرودوي تاع عمور ميكس بين الفارينه والدقيق، ندير منه كاس نحطوه في البيتخي يبدا يتلم. غير تشوفوا العجينه بدات تتلم نجي نضيف لها نص كاس واحد اخر من الميكس تاع الفارينه والدقيق بهذه الطريقه، وخلوها تتعجن مليح. معناتها اون جينيرال درنا 3 كيسان تاع الميكس بين الفارينه والدقيق، كاس ونص في الاول وكاس ونص كي بدينا نلموها. شوفوا العجينه لازم تجي خفيفه تلصق شويه في اليد، نعاون يدي غير بشويه تاع الزيت باش نرفدها نحطها في ريسيبيون ونخليها تخمر مليح. هنايا بالنسبه للكباب في ريسيبيون حطيت كميه تاع الفيونداشي، حبه تاع بصل صغيره مع 3 سنات تاع الثوم اللي كنت رحيتهم وضفتهم للحم، زوج مغارف كبار تاع الياغوت ناتور، كميه تاع التوابل مكتوبين تحت لا فيديو، ونخلطوا كل. هنا نعاودوا لي لاباط بعد ما خمرت نديغازيها، نقطعها على 5، خرجت لي 5 خبيزات، نخليهم يريحوا شويه ونجي نفتحهم بشويه تاع دقيق. شوفوا فتحوهم خبيزات، اذا حبيتوا الخبيزات يكونوا فيهم شويه تاع البابا افتحوهم خشان كيما الحبه الاولى، وهنا اذا حبيتوهم يكونوا خفاف وفارغين افتحوهم في الرقيق. نخليهم يزيدوا يخمروا واحد 15 دقيقه باش نطيبهم على طاوه تكون سخونه. قعدوا دائما تقلبوا فيهم حتى يحمروا، ولي كوتي احرقوهم بشويه تاع الشانيمو، وشوفوا شحال يجي بزاف خفيف وهايل. وطريقه تشكيل دونر الكباب التركي نجيبوا لي بابي كويسون بهذه الطريقه، نديروا فيه كميه تاع الفيونداشي، نزيد نغطيه بمرص واحد اخر تاع البابي كويسون، ونفتحهم هكذا بالحلل حتى وين تولي رقيقه. نحي بابي كويسون اللي من الفوق ونروليها هكذا، نحطهم في سنيوه، ندير فيهم شويه تاع الحار، شويه تاع الطوماطيش، وندخلهم على فرن مسخن من قبل على 200 درجه، يدوا لكم حوالي 20 دقيقه في الطياب. وشفتوا النتيجه تاع الخبز شحال جا هايل بالميكس تاع فارين اي سومول تاع عمور، يجي بزاف هايل. هنا دونر الكباب كان طاب، نحوا له البابي كويسون، نقطعوا هكذا مرصوات صغار لداخل الخبز، ديروا واش حبيتوا، درت شويه عليه صوص البصل لا صلاد اللي راكم حابينها، شويه تاع لي فريت والكباب، وتقدموه هو بصحتكم.